ينجح في الانتخابات علينا أن نتناقش على فرضين. الفرض الأول أن تتدخل الإدارة المصرية فهتنجح اللي هي عاوزة تنجحه بوسائل ليست غائبة عن أحد. الفرض الثاني أن لا تتدخل الإدارة المصرية، يبقى هينجح اللي عاوزه المحامين. وهو ده السجال اللي داير بيني وبين الأطراف النهاردة. هم النهاردة خلينا برضه ابقى صريح، يا ريت. الحزب الوطني بيقود فيه احمد عز، المهندس احمد عز، تمام، بيقود هو شخصيا حمله ضد رجاء عطيه لدعم المرشح الاخر. وانا بحكم علاقاتي اللي قلت انها حميمه بكثيرين من رموز مصر وداخل الحكومه وداخل النظام، اعرف انه الوحيد. انهي مرشح فيهم؟ ما هو معروف. لا معلش، الناس اللي بتتفرج بره، اللي كان قاعد على الكرسي 8 سنين، اللي كان قاعد على الكرسي 8 سنين، مش هقول اسمه، ما فيش فايده، ما تحاولش. مفيش فايده. لا مفيش فايده. ليه العداء الشديد؟ مفيش عداء. هقول لك حضرتك اذا كنت عاوز تعرف ليه الموقف النفسي اللي عندي ده. اولا دخل مكتبي وهو لسه يعني دوبك متخرج خلاص، ودخل علينا في قضيه انا كنت فيها نجم المحاماه وهو لسه بيتمرن، ولكنه لما جه يخش انتخابات ما رعاش الاصول وعمل معمل لتفريخ الاكاذيب والافتراءات وخاض في حقي بمفتريات لا اصل لها ولا اساس، فافتقدت المسائل بهذا اللغو لغه الحوار والمنطق، فانا لا احب ان اراه. خلاص، يعني انا مش عاوز بقى اسيب الحلقه واخش. لا بس العلاقه جيده جدا مع المرشحين الاخرين، لان هم بيتعاملوا باحترام. يعني الاستاذ مثلا طلعت السادات كان بيتكلم من يومين قال ده استاذنا، وقال ده والدنا، والاستاذ حمدي خليفه قال ده استاذنا واستاذ محترم، وهو يعرف الذي تقصده، هو يعرف انني استاذ محترم. وفي الحاجات في لغه الخطاب بتاعته لابد ان يقدم انني استاذ متمكن ومحترم في المحاماه، ولكنه يتحفظ فيقول او يستدرك فيقول ولكن ملوش خبره بالعمل النقابي، او يقول ده متكبر، او يقول ده مش عارف، ما حدش عارف يكلمه، او يقول انه سبق انه دخل التجربه ولم لا، ده كلام لا يقوله عاقل وكلام عيب، كلام عيب يعني، كلام